وبدأت بهذه النقطة، لا هذا لا يتعارض مع الجانب الإنساني. لكن لماذا أقول هذا؟ لأن الفيلم صنع بهذه الروعة ومكتوب عن سرد وعن قصة يبدو أن الكثير من أحداثها حقيقية، لكنه هو نفس المنظومة عن أفلام اليهود حول النازية. اليهود بالفعل تعرضوا للمذابح على أيدي هتلر، لكن لم يكونوا هم الشعب الوحيد الذي تأذى من هتلر ومما فعل. هناك شعوب أخرى وهناك جنسيات أخرى وهناك أصحاب فكر آخرين، هؤلاء أيضا طالتهم أفران الغاز، ولكن اليهود نجحوا في أن يقدموا وأن يسوقوا قضيتهم بمأساوية تضاعف الرقم عشرات الأضعاف. هذه واحدة، يعني يتحدثون عن 6 ملايين يهودي، والمالي كله لم يكن فيها أكثر من 1.4 مليون يهودي، أكثرهم هرب. النقطة الثانية أنهم تحدثوا عن فظائع وكأنهم اختصوا بالتعذيب لأنفسهم، ثم بعد ذلك نجحوا في تسويق هذا التعذيب وتسويق المحرقة النازية وإدخال، انتبهوا من هذه النقطة، وإدخال المحرقة النازية وقضية اليهودية فيما يسمى الضمير الغربي. بمعنى إذا ذكر اليهود في الغرب قبل وجود هتلر كانوا يذكرون باللعنات، خاصة أن المسيحيين كانوا يلعنونهم في صلواتهم. أما بعد تجربة هتلر وبعد ما استطاعوا أن يمتزجوا بالضمير الغربي وأصبح أنهم مأساة، فعندما يقال يهودي إذا تتحدث عن محرقة وعن نازية وعن مآسي وعن تشريد وعن هجر. طيب، فكرة امتزاج باليهود بالضمير نفس الفكرة عندما أذكر لك قضية فلسطين بكل ما تعنيه هذه الكلمة في نفسك إذا كنت عربيا مسلما خالصا. وبالتالي اليهود عندما نجحوا في تسويق هذه القضية واحتقروا التعذيب لأنفسهم وحدهم وتجاهلوا مآسي الشعوب والجنسيات الأخرى، مثل احتقروا مفهوم السامية، العداء السامية أصبح يخص اليهود فقط، علما أن العرب أيضا ساميون، ولكنهم احتقروا السامية. وهناك قوانين في أوروبا تمنع الهجوم على اليهود بدعم معاداة السامية مثل القوانين في فرنسا على سبيل المثال. طيب، اليهود من أجل تسويق قضيتهم قدموا سلسلة كبيرة متتالية من الأفلام العالمية على أعلى مستوى التي تتصل لقضياتهم وأفكارهم، يعملون بشكل منظم. وهذا الفيلم الذي قلت عام 1997 يأتي ضمن هذه المنظومة، دائما يذكر الذائقة الإنسانية على مستوى العالم وفي أوروبا بأن هناك قضية ينبغي ألا تموت وينبغي أن يتم توارثها مع أجيال متعددة وإن امتدت إلى مئات السنين. لماذا؟ لأنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى. وهكذا نجح اليهود، في حين نحن فشلنا كعرب وكمسلمين في تسويق عشرات من القضايا. أقول هذا طبعا لا شك نحن لا نعادي اليهود كديانة، إنما نعادي المشروع الصهيوني في فلسطين وما يرتكبه من مآسي. طبعا دي مسألة. دي النقطة الأولى حتى نفرغ منها. طبعا انعكاسها في المواضح، معسكر الاعتقال للنازية كان كل من هو موجود يهود. أفران الغاز كانوا يشار لها يهود. الشخصية الأساسية الطفل وهؤلاء يهود. وبالتالي أنت أمام رسالة يهودية واضحة جدا من البداية إلى النهاية. دعك من هذه القضية، خلاص خلصنا، روح بقى إلى الفيلم. ما الجميل في هذا الفيلم؟ الجميل أنك يمكنك سيدي العزيز أن تكون مبدعا وفنانا وسينمائيا عظيما وفنانا تشكيليا وتكتب عن كل مشاهد وكماليات القبح والمأساة والحزن. يمكنك أن أجلس أمام هذا الفيلم وأصرخ وأبكي وأتعاطف أمام طفل ممكن يكون جائعا، طفل فقد الأب ولكنه لم يفعل ذلك، فعل النقيض، أنه جعل من المأساة وسيلة للسعادة. جعل من مختلف المواقف التي تقدم في هذا الفيلم وسيلة للضحك. أب يتفانى في إضحاك طفله، أب يتفانى في إسعاد طفله، معايا؟ أب يتفانى في أنه يجعل الحياة حلوة في معسكر اعتقال نازي، الكل يترقب الموت أي لحظة، يريدون أبادوا كبار السن وأبادوا الأطفال حتى لا يأكلوا معهم وحتى يستفيدوا من الشباب، فإذا وصلوا إلى سن إلى سن الاستهلكة ألقوا منهم في أفران الغاز. وهذا ما يقوله الفيلم. الفيلم يقول رسائل كثيرة، لكن أهم ما يمكن أن نستفيد منه سينمائيا أنه يقدم لك الحياة حلوة. دعونا نطبق هذا في حياتنا، لو طبقناه لاكتشفنا أشياء عجيبة. يمكنك أن تصنع من كل لحظة حزن شيء جميل. يمكنك أن تجعل من كل تجربة في حياتك وإن بدت قاسية حكمة لك وتجربة مضافة في رصيد حياتك.
يمكنني أن أجلس معك أسمع بكائك، لكن الأجمل منه ألا تبكي وأن تقول مررت بتجربة كانت أليمة ولكن خرجت منها وأنا أكثر إيمانا، أكثر تفاؤلا، أكثر إيجابية في الحياة. الفيلم يقدم هذا، ويمكن السينما الإيرانية لو شفناها بتقدم هذه الرؤية. في جميع الأحوال أنت ممكن أن تعيش حياة نكدية، حياة سيئة، حياة حزينة، يمكن أن تعيش هذا، لكن الإنسان الإيجابي المتفائل الذي يحب الحياة ويحب الآخرين ويعيش يريد أن يكون سعيدا يستطيع أن يضحك في أي مكان حتى لو كان على شفا الموت. يمكن زميلنا الحبيب الأستاذ عمر أشار إلى مقتل الرجل. الرجل هنا عندما قتل أنت سمعت طلقات الرصاص حتى لا يفسد متعتك بأن السعادة رائعة في هذه الحياة. النهاية أعتقد نهاية مصنوعة بشكل سياسي مختلف. أنت وجدت أعلام بريطانيا وأعلام فرنسا، أعلام أمريكا وأعلام بريطانيا ترفرف والرجل يتحدث بالإنجليزية. الرسالة واضحة تماما. النهاية حلوة، النهاية جميلة، مثل الأفلام العربية القديمة أنه دائما ينتهي بالزفاف هذه الحياة مطلوبها. وأنا أعرض قرينة على فيلم مأساوي في العربي اسمه يوم حلو ويوم مر. الفيلم ده بيتكلم عن إيه؟ أسرة يدخل فيها واحد يتجوز أحد بناتهم وبعد كده يراجع أخت البنت ومش عارف إيه، يعني كل الفيلم قاتل. أسرة فقيرة لا يكتفي بزوجته إنما أختها تعمل في تحقين اللي هو مرضى تحقين الهروين، ثم يغتصبها زوج أختها وتتلذذ هذه بالمعاشرة وتستمر في نهاية الفيلم ماذا؟ والولد الصغير يتعرض لاغتصاب، لمحاولة اغتصاب من الورشة من صاحب الورشة، يعني صورة قاتلة من كل ناحية. والفيلم بطولة فاتن حمامة تقدم لك صورة شديدة المأساوية. معايا؟ لكن هذه الصورة يرسمها هؤلاء الكتاب الذين يجعلون الواقع مأساوي، لكن الواقع مش مأساوي ليس بهذه الدرجة. هناك أشياء حلوة كثيرة، وكما أنت تشير إلى المآسي عليك أن تشير أشياء حلوة. في نقاط حلوة كثيرة. السيناريو مصنوع ببراعة. السيناريو الولد غاية في الجمال، الأداء نفسه عالي، لكن أنا أركز على هذه الرؤية لأن هذه الرؤية نحتاج إليها في حياتنا على المستوى الشخصي، نحتاج إليها في إنتاج سينما جادة. يمكن أن تقدم أفلاما عن العشوائيات أو عن كذا أو عن كذا أو كذا، لكن الروعة أن تقدم أفلاما مصحوبة بالإيجابية والتفاؤل والأمل في الحياة. وهذه قضية في منتهى الأهمية. وأنا أختم كلامي برواية عظيمة جدا اللي هي اسمها أطفال كليمنجارو أو ثلوج كليمنجارو لروائي فلسطيني اللي هو سليم بركات. هذه الرواية أنا كنت أحد محاكمي جائزة قطار العام الماضي، فوضعتها في المركز الثاني، كانت الرواية الأولى مغربية. لماذا؟ لأن هذه الرواية هؤلاء أطفال معاقين وفي نفس الوقت استطاعوا أن يتسلقوا ماذا؟ سلوك كليمنجارو في جنوب أفريقيا. لماذا يريد لك أن يتحدى الإعاقة؟ لا يتحدى في فلسطين، إنما ذهبوا بعيدا وتركزت تجربة واقعية رصدها وهم يصعدون في ثلوج من أجل في النهاية أن يرفعوا ويقولوا نحن فلسطينيين، نحن نحب الحياة. غاية في الجمال. وهذه رسالة مهمة جدا، وأعتقد نحن نحتاج إليها في هذه الأوقات التي تمر بها الأمة، لأن ما أكثر الخطوب والمصائب التي نعيشها التي نتألم بها كل يوم، لكن ما أقل لحظات السعادة والتفاؤل والإيجابية. الكلام كثير وعندي المزيد، لكن حرصا على الوقت أشكر إدارة استوديو الأربعة على هذا الفيلم ممتع، وبالفعل فيلم فارق وإضافة نوعية بلا شك. السلام عليكم ورحمة الله.